أنا كنت في عملي ايوه. فين أشتغل، أنا عامل. فواحدة من جيراننا كلمت والدته إن أحمد بيلاحق البنية، ماذا يريد منها؟ هي خرجت تنفع يعني والدتها البقالة، وهو قام بملاحقتها، وأبلغت زوجتي بهذا الكلام. فزوجتي جت وبتحاكي البنت بهذا الكلام، قالت يشيبز علي الزلط، يعني قنبرت يوم أو يومين وهي حسا على بنتها، يعني بدراقب الأخ هذا، وهو قنبر يدخل الغنم ويخرجهن من يعني من نازل من الدور الأول، وإحنا ساكنين في الدور الثالث، والترج هي قديم البيت ظلمي، حيث قام بإدخال الغنم ومنتظر للبنية للبنت جنات من عودتها. فرت الأم وهي يعني مراقب لها، والبنت بتهرب وهو بيلحقها للمنزل، فقام يشي إزقام البنت، والأم بدت بالصيح، وهو هرب أمام أبوه وأخوانه وزوجتي. زوجتي شكت في الأمر، قالت لا تفعل بالبنت يعني أي حاجة، قامت بخبض البنت وبتحاكيها، فالبنت قالت لا، قالت إنه قد فعل بها واغتصبها اليوم الذي قبلها. هذا اليوم الاول، اليوم الأول وعاد يشتي يكررها في اليوم الثاني. ثم ايش قال لك في اليوم الاول؟ ايش قال لك لو ما مسكك هددك، عمل لك حاجه، ادالك فلوس؟ ايش كيف لو ما مسكك؟ تكلمي كلمي لا تخافي. ايوه. وهددني بالقتل. ايش قال لك؟ قال لي اقتلني. ايوه. وجانا ما حكتش. ولو أعلم أنا لا أقتلها. آه. ثم أخذ في الكفاء، وطأ على الكفاء بشالة، قطع، ربط على فمك عشان ما تصيحي. ايوه. وربط ايدي وربط يدك. وغلق الباب. ايوه. وفما جلسني بالارض واغتصبها. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا في أقواله، بأقوالها وأقوال المدعو أحمد حسين نجاد. وهو اعترف بهذا الكلام؟ اعترف، وقرينا اليوم أنا والمحامي والشهود بهذا الكلام، وهم بيلعبوا بقضيتي على ما يشاءوا بقوة نفوذهم في الدولة وسلطتهم وزلطهم بيعشوا ويرشوا. فنرجو من كل واحد يمني شريف ومن الأصل أصحاب ارتل الشرفاء أن يتخذوا قرارهم في هذا الموقف. اليوم أنا أخذت حقي من هذا السمعة وهذا الشرف، قدوة بعدهم اعتمادوا الأكثر الذي عاد بجو وساطة يقولوا لك إني أعقد لها به، عمره 29 عام وهي ما قد طلقت التسع سنوات. وهو متزوج. أثبتوا على هذا الكلام؟ مثبتين على هذا الكلام. طيب وانتم رحتوا تفحصوها في المستشفى؟ رحنا فحصنا أنا والدها، والد المجني أحمد حسين وأخته. أنت هو الأب؟ أبوها الذي استفعل بها؟ أيوة. وأخته؟ وأخته واثنين أخوانه. ففحصت الدكتورة فقالت إن البنت يعني ملعوبة. وأبوها التالي جنبي قال إذا قبل ما نسعفها البنت، إذا قد حصل من بنتي أي يعني في بنتي أي شيء من ابنه فإنه دم مباح. والجنبية موجودة، لو ما وصلنا هنا قال خلاص نوصل نقتله. أخوها الذي هرب إلى دائرة الأمن، ثم وصلوا من هناك بيكلمك قدام الناس وقدام ضباط وانكر بهذا الكلام، انكر لا تعترف بأي شيء وأنا لك. من هو الذي يقول له ينكر؟ أخوه وعم عبد الله حسين يحيى نجاد، وآخرين من أخواله أصحاب شفاث. أيوه. ومن المتدخلين معه قالوا له بهذا الكلام، يعني إنك تنكر هذا الكلام. طيب هو قد اعترف؟ أين اعترف؟ في البحث بعدها بيوم. بعدها بيوم اعترف، يعني في مركز مديرية صنعاء الجديدة بهذا الأقوال.
فنرجو من كل الشرفاء في الدولة وفي القضاء بمعاجلة هذا القضية. أنت قد معك إثبات إنه اعترف، معي خلاص إثبات، ما باقي. لكن يعجلوا لنا في القضية. خلاص الرجال اعترف يا جماعة. لا، اللعب والمماطلة هذه هي اللي تخلي الناس تتجرأ وتعمل مثل هذه الجرائم. عيب عليكم، الرجال اعترف، ما له إلا قصقصة على صغيرة صغيرة. إنسان زي هذا إنسان، هذا مش إنسان، هذا ذئب بشري. حتى الآن وإحنا في مماطلة، الناس دخلوا في تحكيم في شيء ما وصلت إليه. قال لك يعني اعقد له، زوجه، احكم بالذي تشتيه. قلت أنا لا أشتي ولا شيء أزوج ولا عليكم عندي، لعنة الله. وهي بنتي الوحيدة. بالله عليكم يعقد لي زوجه على هذه طفلة 9 سنوات على واحد 29 سنة. هذه بنتكم، هذا بنته. خافوا الله، تقوى الله، يلي تتدخلوا يلي تتوسطوا. المرة هذه في هذا الشخص، في البنت هذه الطفلة، مرة ثانية في بنتكم. أتمنى من الجهات المختصة أن تستعجل، والحكام والقضاء استعجلوا في هذه الأمور. خلاص اعترف، ما معه إلا يقتص. إنسان مزوج محصن ما باقي، اغتصاب طفلة صغيرة بريئة. ما عاد في نفسك. نناشد كل القضاة وكل الذي لهم وجهة في الدولة أو في الجهات المعنية والمشايخ وعقال بأنهم يهتموا في هذا الموضوع. فهذا الموضوع ما شغل علشاني أنا، فهذا كل واحد مع عرض وكل واحد مع بنات، كل يعني من خرجت يعني واحد يغتصبها بالله عليكم ويكمل يقول لك يجي يزوجني. كيف الواحد يزيد يأمن تخرج بنته للشارع؟ ولا أنا الآن معي بنتي أشتي أسير أدرسها، أرسلها البقالة، كيف أزيد أمن على أشخاص متواجدين في البلد هذه مثل هذا الشخص الذئب البشري هذا؟ خاف والله. كيفك يا قاضي كيف تأمن على بنتك؟ يا شيخ كيف تأمن على بنتك؟ اليوم في البنت هذه خطوة في بنتك. هذا ما همش أوادم، هذولا ذئاب بشرية يستاهلون نقطعهم قطاع، يكونوا عبرة للآخرين ليس قدوة للأولين. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.